مش لازم تكون عارف انت رايح فين علشان توصل للعظمة اللي كنت بتحلم بيها. أجمل حاجات في حياتنا ما حصلتش بالورقة والقلم، حصلت لما سيبنا نفسنا للصدفة. لعنة التوهان، ازاي صنعت الصدفة عالمنا الحديث. أهم حاجات في التاريخ ما كانتش مخططة، احنا بنقدس التخطيط والأهداف والورقة والقلم وبنفتكر ان دي الطريقة الوحيدة للنجاح. بس لو بصيت وراك هتكتشف ان اعظم التحولات اللي غيرت شكل كوكب الارض بدأت بغلطة او بصدفة بحتة. العالم اللي انت عايش فيه النهاردة مدين بالفضل لناس ما كانوش عارفين هم بيعملوا ايه اصلا، ناس خبطوا في العظمة وهم بيدوروا على حاجة تانية خالص. خد عندك أكبر مثال، اكتشاف أمريكا على يد كريستوفر كولومبوس سنة 1492. الراجل ده ما كانش رايح يكتشف عالم جديد ولا كان في خياله إنه هيغير خريطة الأرض، هو كان أصلا رايح الهند وكان بيدور على طريق تجارة أسرع للتوابل والذهب. فضل ماشي ورا حسابات غلط وتوقعات مش في مكانها لدرجة انه مات وهو فاكر انه وصل للهند فعلا وسمى السكان هنود. كولومبوس وصل لقمة المجد مش لانه كان عارف هو رايح فين، لكن لانه كان عنده الشجاعة انه يكمل وهو تايه في نص المحيط. التوهان ده هو اللي فتح باب العصر الحديث. وعارف ايه اللي غير الطب في العالم؟ صدفة تانية خالص حصلت سنة 1928. العالم اسكندر فليمنج ساب المعمل بتاعه وخرج يقضي أجازة ونسي طبق تجارب فيه بكتيريا مكشوف. لما رجع لقى عفن نما في الطبق وقتل البكتيريا اللي حواليه. الغلطة دي والإهمال البسيط ده هم اللي خلونا نكتشف البنسلين، أول مضاد حيوي في التاريخ واللي أنقذ حياة مئات الملايين من البشر. لو فليمنج كان منضبط زيادة عن اللزوم وغسل الأطباق قبل ما يمشي كان زماننا لسه بنموت من أبسط جرح. في علم النفس في مصطلح اسمه السيرند يبتي أو القدرة على إيجاد أشياء ثمينة بالصدفة. والسر هنا مش في الصدفة نفسها، السر في العقل المستعد. الصدفة بتخبط على أبواب كتير بس الشخص الذكي هو اللي بيعرف يفتح الباب ويستوعب إن الغلطة اللي حصلت هي في الحقيقة فرصة. التاريخ بيقول لنا لو فضلنا ماشيين على الخط المرسوم بالملي عمرنا ما هنكتشف أرض جديدة، لأن الطريق المرسوم آخره دايما حاجة إحنا عارفينها ومجربينها. أحيانا وانت تايه بتوصل لحاجة أهم بكتير من اللي كنت رايح ليها. الضياع مش دايما فشل، أحيانا بيبقى هو الطريقة الوحيدة علشان تخرج بره الصندوق وتشوف اللي مفيش حد غيرك شافه. حتى في التكنولوجيا حاجات كتير زي الميكروويف واكتشاف الأشعة السينية الإكس ريز وحتة اللزر اللي بنكتب عليها ملاحظاتنا كلها بدأت بفشل في تجارب تانية خالص. احنا بنعيش في عصر مهووس بالنتائج السريعة والخرايط الجاهزة لكل خطوة في حياتنا، بس الحقيقة ان الإبداع الحقيقي محتاج مساحة من الفوضى، محتاج انك تسيب لنفسك فرصة تغلط وتتوه وتخرج عن المألوف. الصدفة مش للناس الكسلانة، الصدفة للناس اللي بتتحرك وبتحاول وبتحط نفسها في مواقف جديدة حتى لو مش شايفة آخر الطريق بوضوح. ممكن تكون تايه دلوقتي في حياتك وحاسس إنك فاقد الطريق والبوصلة عطلانة، بس سألت نفسك قبل كده هل أنت فعلا ضايع؟ ولا أنت في طريقك لحاجة أكبر بكتير من خيالك بس أنت اللي لسه مش مستوعبها؟ أحيانا ربنا بيقفل في وشك طريق أنت عاوزه عشان يتوهك في طرق تانية فيها مستقبلك الحقيقي. بطل تخاف من المجهول، بطل تلوم نفسك على كل خطوة مش متخططة بالملي. كمل مشوارك وخلي عينك مفتوحة على الغلطات اللطيفة اللي بتحصل في يومك. يمكن الصدفة اللي انت خايف منها النهاردة تكون هي اللي هتصنع تاريخك بكرة وتكون هي القارة الجديدة اللي هتغير حياتك للأبد. الضياع هو أول خطوة في الاكتشاف، فما تقفش. سلام.